بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. انضمت لنا النهاردة لجريدة الأهرام الإخبارية شخصية جميلة. أنا فعلا ارتحت لها وحسيت فيها بشغل حلو، وهي اتقدمت إعلامية ببرنامجنا صوت الحياة وعين الحياة، ومعانا في جريدة الأهرام الإخبارية. معايا مين؟ اسمي أولا دعاء محمود عبد الوزير. من السنبلاوين تقريبا. احنا شايفين السنبلاوين بلد أنجبت أم كلثوم، وأم كلثوم التاريخ هيتكلم عنها العمر كله، أكيد طبعا. وأنجبت شخصيات كتيرة جميلة، والسنبلاوين نفسها فيها كلها نماذج جميلة. أكيد حتى طبعا. رئيس المدينة من عندنا من بالقاس، وله كل التحية والتقدير والاحترام. إيه، عرفينا ميولك ايه وطموحاتك ايه، وعايزة توصلي بحلمك ايه لإيه يا دعاء؟ والله ما فيش حاجة، هو الحلم يعني لسه ما استقرتش على حلم معين، فاهماني؟ فأنا طول ما أنا هنجح في الحياة هفضل أحلم يعني. انت الأول اشتغلتي في الارتست أنا أصلا والمكياج متخصصة والموضة، ميك اب أصلا. ووصلتي ان فعلا وصلتي بحلمك لشيء هو جميل. أنا متخصصة ميك اب عامة يعني. وبعد كده ربنا كرمني ودخلت الإعلام على إيد حضرتك. ده شرف لينا فعلا وأنا ان انت شرف ليا إن أنا انضميتي أتعرف. لينا أكيد طبعا. وانت هتبقى عنصر اساسي معانا. شرف ليا أكيد طبعا. وانت بتبقى حاطه تحت ايدك عروسه كده او حد، وفجاه يخرج من ما فيش لوجه جميل كده مبشر، بتبقى حاسه هي نفسها ان هي انطلقت انا وجمالها. ببقى حاسه من جوايا اصلا احساس بالفرحه من جوايا قبل العروسه عامه، يعني ان انا مطلعه حاجه مشرفه وتشرفني، فاهماني؟ فبتبقى يعني فرحه العروسه دي بتبقى هي ده حلمها مستنياه العمر كله عامه يعني. كون ان انت تطلعي عروسه بروفيشنال من تحت ايدك بيبقى شرف ليكي يعني، نجاح واحنا ليكي. عايزين برضو معانا في تقديم البرامج تبقى ان بروفيشنال. شاء الله باذن الله. آه، تبقي فعلا بتختاري النموذج اللي هتقدمي معاه و- وتوصليه باذن لحلمه الله. زي ما انت نفسك برضه. اكيد كل واحد ليه حلم هنوصله الحلم اللي نفسه فيه باذن الله. وحلمك ايه تاني يا انا دعاء؟ احلامي والله لسه يعني لسه ما حققتهاش يعني. لسه بإذن الله كل ما يجي في بالي حلم أحلمه هأسعى عليه إن شاء الله. وحلمك ايه لولادك؟ لا، حلمي لأولادي لا. هو أنا مش شايفة حلمي لأولادي كمجال واحد، لا أنا بحاول أثبت نفسي الأول عشان أقدر أثبت لهم إن الحلم اللي نفسهم فيه بصراحة هما. أنا عندي واحدة نفسها تكون ظابطة، الوقت والتانية كتير في بنات كتير اه بقت الت- كابتن طيارة، في بنات بقت ضابط. اه اه في البنت دلوقتي عملت زي الولد بالظبط، وده حقيقة. ده أكيد طبعا يعني. طول ما البنت ثابتة وجودة في أي مجال في أي مكان فهي من حقها إنها تحلم في أي وقت يعني. يا رب. اللهم آمين. وحلمك اللي انت مأجلاه لقدام تلاقيه في ولادك منطلق اللهم آمين. كده ده أكيد طبعا يعني، ده اللي أنا ومنطلق بتمناه كده وجاي بصراحة يعني. لوحده كده بفرحة وأمل وحياة، اللهم آمين يا رب. اللهم آمين. ويفرحك بيهم يا اللهم آمين. رب. تتمني ايه لمدينة السنبلاوين وانت واحدة منها؟ وهي المدينة فعلا شهدت في عصر، في الوقت اللي حاتم أبيه فيه رئيس مجلس المدينة، شهدت حاجات كتيرة، جاب لا. لكم الطفطف. آه. بيقوم بنشاطات كتيرة. هو فعلا إنسان متحرك. تحس إيه بالمدينة؟ عايزة لا، توصل هي لإيه؟ المدينة عامة كمدينة وكبلدي يعني عامة يعني، والقرى المجاورة أنا أتمنى بس كل خير يعني. في حاجات كتير ناقصة يعني، حاجات كتير ناقصة في المدن وفي كمستشفيات بقى، كحاجات تانية بقى خاصة بقى يعني انت على حسابك الشخص كده نفسك انت في في المزيد في والمزيد. نفسي في تطور في حاجات كتير في بلدي أولا، وبعد كده أولا يعني مركزي ده أهم حاجة. تمام. وطبعا السجون أصلا بلد متطورة متحضرة دايما في مجالاتها وفي لا، ده شغلها. كفاية ان منها ام كلثوم. ده شرف لينا طبعا. ناس بتجولكم من فرنسا ومن اه جميع صح. دول العالم. حصل. في العيد القومي ليها قرايبها قالوا فعلا من جميع دول العالم، حصل. حتى بيجوا يزوروا الجامع اللي كان هي ابوها. هي اسكندرية عامة ألمانيا التانية يعني. اسكندرية بلد جميلة، وشرف ليا إن أنا أكون من اسكندرية أولا.
شرف لينا إن إحنا عملنا لقاء حبيبتي ليكِ، تسلمي ونتمنى لي. لِك كل خير. من خلال اللهم امين يا رب. برنامجنا إحنا الوقت اللي بنقدمها بكرة وبعده هي اللي هتقدمنا ان وتقدم شاء الله الجمهور باذن الله. بشكل جميل. طب قولي حاجة كده، إفيه جميل أو قبليه جميل كده والله انا لا هتقوليه اقدر اقول للجمهور. لكم انتظروني في الاعلام قريب مع دعاء خير الله. باذن الله ربنا يوفقني بيكم باذن الله. من برنامجنا كان معكم الإعلامية سهير يوسف والإعلامية دعاء خيرات.